بص يا ست الكل، أولا إزاي تفرقي نوع البطروخ وانت بتشتري الرنجة؟ امسكي الرنجة كده في ايدك واضغطي على بطنها ضغطة خفيفة. لو لقيت البطن طرية وبتغوص لجوه بسهولة يبقى دي فيها بطروخ ناعم. لو لقيت البطن مشدودة وناشفة ومنفوخة شوية يبقى دي فيها بطروخ خشن مرملة بالبلدي. طيب الفرق بينهم بقى ايه؟ البطروخ الناعم ده بيبقى في ذكور الرنجة وشكله بيبقى طري وناعم كده ومش مفصص قوي. البطروخ الخشن المرملة ده بيبقى بيض السمكة في الإناث وشكله مفصص وحبيباته واضحة وملمسه ناشف شوية. من ناحية القيمة الغذائية المرملة الخشن غالبا أعلى في القيمة الغذائية علشان دي بيض السمك مليانة عناصر مفيدة. نصيحة شيف بقى ما تتغفلش، لو بتحب الطعم القوي والمليان هات المرملة، ولو عايزة حاجة أخف وطرية الناعم هيبقى مناسب ليكي. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.